بعد الأسبوع الأول من النزول والتصوير كل يوم عن طريق تشغيل الكاميرات الخلفية وكتابة ورقة قبل تشغيل الفيديو محطوط عليها تاريخ اليوم، محطوط عليها هاشتاج ما يحكمش، هاشتاج باطل، حكم السيسي ساقط. حضرتك أو حضرتك من فوق بتصوري المنظر إن الناس العدد، لأن بدون إعلام أي حركة وأي شيء بيحدث سلمي مش متوثق هنفضل نقول الناس معترضة على حكم السيسي، الناس مش عارف ايه. اديكوا شايفين هو بيزور كل حاجة وبيقولك 92% من المصريين راضيين على حكمه النميس. تمن السكوت اكتر بكتير جدا من تمن الكلام والمواجهة، لسبب لما بتدخل محل قهوة او بتدخل محل سوبر ماركت تجيب زبادي، تجيب جبنة، تجيب لحمة، تجيب واتسو ايفر اللي رايح تجيبه لبيتك، انت بتدفع الثمن. كل حاجة لها ثمن، والحرية ثمنها غالي جدا. الله سبحانه وتعالى الخالق قال لنا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مش معقول يعني ربنا ادانا حرية العبادة او الكفر بيه، وان في واحد المفروض ان هو موظف في الدولة احنا مش عارفين نشيله وقاعدين نستجديه وهو ماشي حسب مخطط صهيوني مرسوم له لتقسيم مصر واعلانها 4 دويلات، ونفتكر ان تمن الحرية وتمن التحرر هيكلفنا اكتر بكتير من تمن ان احنا نسكت. لا، السكات هو تمنه اكتر بكتير لسبب واحد، لان انت سكاتك انت دلوقتي جايز في مأمن، وجايز انت دلوقتي ما وصلوش لغايه باب بيتك وطردوك لان المربع السكني بتاعك جايز ان هو مش من ضمن اطار المنطقه اللي هتتسلم للدوله القبطيه او الدوله اليهوديه او الدوله النوبيه او الدوله السنيه. لكن انت جاي عليك الدور، جاي عليك الدور. الظلم طايلك طايلك، ده ما سابش لا عيش ولا ميت ولا ادويه ولا مستشفيات عامه ولا، وحتى الاماكن دلوقتي اللي بيبنوها في متناول تاجر المخدرات، الهيروين كمان، الشابو والايس وتجارة المخدرات. حضرتك سكوتك مش بس الوطن هيروح، ابنك وبنتك هيروحوا. النهاردة المخدرات اللي بتدخل المخلقة اللي هي بتدخل على مخ العيال على طول، دي هو اللي بيدخلها لك. عشان من ناحية يموتك بالسلاح، اللي ما موتوش بالسلاح وساكت وخانع وخانس وسيساوي بيموت له عياله بالمخدرات، بيموت بقلة الدواء، بيموت بالمستشفيات اللي باعها ومعامل التحاليل اللي باعها للإمارات. الله أعلم بيعملوا إيه وهم بياخدوا منكم عينات الدم، ولا هيعملوا فيكم إيه بشركات الأدوية اللي اتباعت. سكوتك موتك، سكوتك موتك. السكوت سقوط، السكوت سقوط ما يحكمش. باطل. عبد الفتاح السيسي باطل ساقط.